صباح الخير او مساء الخير في اي مكان انتم موجودين فيه تشوفوا الفيديو ده. تعال نشوف الريش الحلوة دي اتعملت ازاي. دايبة دوب زي ما شايفة كده. اول حاجة انا هستعمل بهارات جاهزة اسمها فرايد شوبس ستيكس. جبت كده الريش بتاعتي بعد ما غسلتها وصفيتها من المية. انا هستعمل الباكت كله. هحط كده على كل سايد من الشوبس بتاعتي، املاها يعني انتي كتري وما تستخسريش لغايه لما نخلص الكميه كلها بتاعت اللحمه. حطها في التلاجة وبعد كده نشوف هنعمل ايه. انا هخليها في التلاجة عشان تاخد من التتبيله وتبقى حلوه. هجيب معايا طاسه كده، هحط شويه زيت، هحط نص بصلايه انا مقطعاها زي ما شايفه كده جوليان. بعد كده هخليها تدوب شويه. بعد كده هحط نص طماطم برضو عليها واخليهم ياخدوا مع بعض، ياخدوا يدوا مع بعض لغايه لما تدوب برضو نص الطماطم هستعملها. هخليهم كده شويه ولما ياخدوا يعني يدوبوا كده شويه. بعد كده هوسع زي ما شايفه كده حبيبتي معايا، هوسع للحمه بتاعتي. هحط واحده واحده واخليها على كل جنب مده دقيقه او اقل على حسب النار بتاعتك. انا ممكن تطبخيها على نار متوسطه علشان ايه ما تتحرقش معانا. هي طبعا الريش ما بتاخدش معانا سوا كتير. المهم اقعد حطيت الكميه كده، هروح اغطيه عليها عشان تاخد برضو من الستيم، تطلع الستيم. برضو هعيد نفس الموضوع، هقعد اقلبها دلوقتي على الصايد التاني بتاعها لغايه لما ايه كلها تطيب. بصراحه كانت طعمها حلو وجميل خالص خالص، وما خدتش وقت يعني في السوا، يعني ربع ساعه اقلب كمان ربع ساعه وبقت جاهزه معايا. المهم زي ما شايفه كده حبيبتي انا بقلب فيها. وبعد كده هجيب ميه لو لقيتها كده ابتدت يعني تنشف. هحط باقي البصله في الاول، هحط باقي الطماطم واحط شويه ميه بس، واقلبها كده شويه واغطي عليها تاني. وانا حسيت ان هي محتاجه ميه تاني عشان ايه تاخد، لقيتها حسيتها ما طبتش كده، فهو قلبتها كده واديتها اقل من دقيقه. المهم جبت الطبق بتاع التقديم بتاعي زي ما شايفه كده معايا وحطيتها. كانت بصراحه حلوه خالص خالص. ادي كده ده الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب تو ماي شانل مع اسرار المطبخ مع سوسنة.